الليبي السيد ياسين عبد القادر الزوي. مساء الخير سيد ياسين وأهلا بك في الحدث. الحقيقة اليوم هذا الحادث قيل بأنه نسب إلى داعش بحسب ما صدر على صفحات تتحدث باسم التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا داعش تهاجم كورنثيا؟ مساء الخير اختي نجوى. بداية اسمح لي أن أتقدم من خلال منبر الحدث باسم الشعب الليبي للتعزية القيادة السعودية والشعب السعودي في وفاة خادم الحرمين الشريفين تقبله الله بواسع رحمته. طبعا الهجوم اليوم هو ليس بالمستغرب، طبعا هذا سلسلة من هجمات ابتدأت من مقتل السفير الأمريكي في 2012 وامتدت إلى تفجير السفارة الفرنسية وخطف السفير الأردني وتفجير السفارة الإماراتية والمصرية ومبادرة أعضاء السفارة المصرية بإرهابي كبير جدا يدعى أبو عبيدة الزاوي، كان أحد المتخصصين في اليمن. الهجوم اليوم هو كان متوقع جدا، هو رسالة من المجموعات المتطرفة أننا نحن على الأرض موجودين وفي داخل طرابلس وفي أهم معقل في طرابلس له كل التحسينات الأمنية المفترض أن هي موجودة، لأن هذا هو الفندق الرئيسي في طرابلس الحبيبة، طرابلس المخطوفة من قبل هذه الميليشيات. لا شك أن العملية لا زالت في تسير إلى هذه اللحظات. لا أعتقد أن العدد هو 3، ربما أكثر من 3 المهاجمين. الأسلوب والبصمات اللي تمت في هذه العملية تشير إلى أن هي عملية داعشية بامتياز، لها كل المواصفات الداعشية في العمليات المختلفة سواء في العراق أو في غيرها من مناطق، أسلوب الأحزمة الناسفة وغيرها من أشياء. هي رسالة حقيقية تقوم بها المجموعات المتطرفة. داعش تعلن عن نفسها وتكشر عن أنيابها أنها موجودة في قلب العاصمة الليبية طرابلس. بس يعني هذا بتهديد لمن؟ عفوا سيد ياسين، بتهديد لمن بين الفصائل الموجودة؟ يعني نحن نعرف أنه طرابلس هي تتبع لميليشيات أو تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا، فبالتالي داعش من تحاول أن تهدد؟ هذه المجموعة فجر ليبيا هي مجموعة فسيفساء وفيها عناصر لديها أهداف سياسية وخصوصا ميليشيات ومجموعات مصراتة، ونحن نتفهم حساباتهم السياسية. وفي ليبيا لا إمكانية لديمقراطية عددية، إنما هناك إمكانية لديمقراطية توافقية، ومن خلال الحوار ومن خلال التوافق بالإمكان أخذ النصيب في العملية السياسية. الرسالة هي التي تقوم بها هذه المجموعات أنها ترفض أي حوار، ترفض أي تنازلات. هناك أشياء متفق عليها مبدئيا في حوار جنيف في نبذ الإرهاب والتطرف، في لابد من تفويض كامل وحقيقي من كل المدن والمناطق الليبية للجيش الوطني الليبي للقضاء على الإرهاب. هناك معلومات بدأت تصل لهذه المجموعات أن ربما هناك بعض الأطراف ستتنازل عن اتفاقات هم يعتقدوا أنهم اتفقوا حولها، وهذه الاتفاقات قد تضر بهم وبالجغرافيا التي يتواجدون فيها، فلذلك هم يحاولون تعقيد المشهد وتوجيه هذه الرسالة بأننا نحن القوة الضاربة الحقيقية على الأرض. نعم، يعني حضرتك تقرأ هذه العملية بأنه ممكن تكون مجموعات من هذه الفسيفساء مرتبطة بما حصل، رفضا للحوار الحاصل في جنيف، ورسالة لمن يشارك معهم من يعني رفاقهم بهذه الحوارات. نعم هذا ما أقصده بالتحديد. هم يتوقعون هذا الشيء، لديهم معلومات، هم مخترقين كل المنظومة السياسية والأمنية لدليل على هجومهم اليوم ليس بالهجوم العادي، لأننا نعرف هذا الفندق جيدا ونعرف حجم التحصينات اللي هي موجودة فيه، وهذا الفندق المناسبة هو الذي خطف فيه رئيس الوزراء السابق علي زيدان. نعم. وهو المكان الأكثر أهمية وتحصينا في طرابلس. نعم سيدتي. نعم، طيب الآن برأيك ما الذي سيترتب على هذه الحادثة؟ يعني كيف ستنعكس إن كان في الحوار أو في الوضع الأمني في طرابلس؟ عزيزتي، هذه الحادثة لن تؤثر في الحوار. ما يحدث في ليبيا سبق وقلنا أنه جزء ما يحدث في المنطقة. نحن نعتقد أن اليوم هذه الزيارة المهمة اللي يقوم بها الرئيس الأمريكي وهذا الوفد الغير مسبوق للعاصمة السعودية الرياض، لا شك أن ملف الإرهاب سيكون أحد الملفات المطروحة على الطاولة، وهذا ما أعلمه جيدا. الإرهاب اللي موجود في ليبيا وداعش الموجودة في ليبيا هي نفسها داعش اللي موجودة في العراق، وهي اللي تهاجم في أكثر من مكان في المنطقة كلها. العناصر المتطرفة معظمها اللي موجودة الآن في العراق تدربت في ليبيا ومرت عن طريق ليبيا، سواء من الإخوة التوانسة أو المغاربة أو الجزائريين، أو أيضا هناك المئات من الليبيين الذين
لديهم اعتناق كامل لهذا الفكر. وهناك مجموعات أو أسماء معروفة في معلومات لا أستطيع أن أبوح بها على الهواء مباشرة، وهي تعتبر في إطار أمني سري جدا، لكن هي العناصر موجودة ومعروفة. وأعتقد بنسبة كبيرة أن هذه العملية ستكون مثل سابقاتها من العمليات الأخرى. نعم. ولن تؤثر في الحوار سيستمر. لا أعتقد أنها ستكون نتائج كبيرة جدا مأمولة منه، لكن هو فرصة لبعض الأطراف السياسية للنزول على الشجرة لتقديم التنازلات، ولو أنها تكون تنازلات مؤلمة، لكن من أجل الشعب الليبي لا يوجد هناك شيء مؤلم. هل تقديراتك أو معلوماتك سريعا جدا سيد ياسين تشير إلى أنه داعش التي افتتحت وجودها اليوم في طرابلس هي داعش بعناصر ليبية أو بعناصر خارجية؟ لا، مشتركة، والعناصر الخارجية منذ مدة بدأت تتوافد بشكل كبير جدا. أسماء معروفة من جنسيات عربية، جنسيات خليجية بالتحديد أيضا موجودة وتتنقل بأريحية في هذه الجغرافيا، وخصوصا الجغرافيا اللي في المنطقة الوسطى وتمتد إلى جزء من المنطقة الغربية. المنطقة الشرقية لا أعتقد أن المجموعات اللي موجودة هي الآن تدك من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة ومن معه من الضباط الشرفاء، وهذه مجموعات في بالأمس القريب أعلنوا مباشرة في بيان رسمي عن مقتل زعيمهم. نعم سيدي. انتهى وقتي للأسف، بدي أعتذر منك، نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي الليبي ياسين عبد القادر الزوي، كن ضيفنا من القاهرة. أشكرك. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر الحدث أن المتمردين الحوثيين أطلقوا سراح أحمد بن مبارك رئيس مكتب الرئاسة اليمنية المختطف لديهم منذ 10 أيام، وسلموه لأحد شيوخ شبوة. وجاء ذلك بعدما اشترطوا نفيه في البداية إلى بلد أجنبي مقابل الإفراج عنه، وهو ما رفضه بن مبارك. في غضون ذلك أغلق الحوثيون مداخل ساحة التغيير في صنعاء، وصاحبها انتشار كثيف لمسلحين منعوا المتظاهرين من التجمع. وفي جانب آخر اعتبرت الكتلة البرلمانية الجنوبية أن العاصمة صنعاء باتت محتلة من قبل الانقلابيين الحوثيين، وهم يرفضون العودة إليها حتى خروج ميليشيا الحوثيين منها. كتلة الجنوب البرلمانية قالت في بيان لها إن تلك الخطوات تمت تحت الضغط والإكراه، مشيرة إلى استمرار تعليق عضويتها في البرلمان، ومحملة الحوثيين مسؤولية حياة القيادات المحاصرة في صنعاء. وكانت أنباء أفادت عن اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي يرعاه المبعوث الأممي جمال بن عمر، على أن يكون الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي على رأس هذا المجلس. الاتفاق يتضمن أيضا أن تستمر حكومة خالد بحاح بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني. كما اتفق أيضا على تكليف لجنة قانونية لتقديم تصورات اللائحة الداخلية للمجلس الرئاسي وصلاحياته. وحصلت هذه التطورات في المفاوضات التي يحضرها الحوثيون في ظل عودة الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى طاولة الحوار برعاية بن عمر بعدما انسحبوا الأحد الماضي. أطلق الجيش الإسرائيلي 20 قذيفة مدفعية باتجاه مواقع جيش النظام السوري في الجزء المحرر من الجولان السوري المحتل، ردا على سقوط قذائف طاولت محيط مستوطنات إسرائيلية دون أن تؤدي إلى أضرار بشرية أو مادية. ووفقا لمراسل الحدث، فإن صافرات الإنذار